بص النهارده انا عايزك تبص معايا على الكتاب ده. انا بطبيعتي مش برشح كتب لتعلم الكلمات، لكن الكتاب ده مختلف تماما، وخليني اقول لك ليه. الكتاب ده اسمه 4000 Essential English Words، يعني بيركز على اهم 4000 كلمه بيتكرروا في اللغه الانجليزيه. مش هي دي الميزه على فكره. الميزه والحاجه اللي تخلي الكتاب ده فريد من نوعه فعلا، ويعلمك ايه الفرق بين اي واحد ممكن يرشح لك اي حاجه ويرميها لك وخلاص، وواحد مهتم انك انت تتقدم وتحقق اعلى درجات النجاح في الحاجه اللي بيرشحها لك، ممكن تلاحظها كويس من خلال الكتاب ده. اولا الكتاب ده مقسم ل6 اجزاء، وكل جزء فيه عدد معين من الكلمات، لكن الكتاب فعلا عامل لك خطة رائعة علشان تحفظ كل الكلمات اللي انت محتاجها. وخلينا اديك مثال علشان تعرف الكتاب ده شغال ازاي. طبعا الكتاب متقسم ليونتس، وكل يونت هو حاطط لك فيها تقريبا 20 كلمة جديدة. اولا بيعرض لك الكلمات زي ما حضرتك شايف كده، مع صورة ملونة لكل كلمة علشان الحفظ يكون اسهل، وعندك كود هنا علشان لو مسحته تقدر توصل للكلمة وتعرف هي بتتنطق ازاي نطق سليم. احنا كده يا اخوانا لسه ما عملناش حاجة. تعالى بقى اوريك في الصفحة اللي بعدها هيعمل ايه. بعد ما عرفت الكلمات وحفظتها كويس، هنا بقى هيديك اسئله هتضطرك انك انت تستخدم الكلمات اللي انت لسه حافظها حالا فيها، وده هيقوي من درجه حفظك اكتر. وبعد ما تجاوب على الاسئله هتلاقيه كاتب لك مقال كامل ومستخدم فيه كل الكلمات اللي هو لسه معلمها لك واللي انت جاوبت عنها بعض الاسئله من شويه، وبكده هتعرف الكلمات دي في سياق مترابط وواضح. ولسه ما خلصناش على فكره، علشان برضو بعد كده هتلاقي اسئله عن المقال دي لما تجاوبها برضو هتضطر انك انت تستخدم الكلمات اللي انت حفظتها وحليت عنها اسئله وقريت عنها مقال. ومن اجمل الحاجات يا اخوانا اللي في الكتاب ان هو سهل جدا، والكلمات بتتشرح باسلوب مبسط وبشكل متدرج في الصعوبه. يعني مش هيبدا لك بالكلمات الصعبه، هيبدا بالحاجات السهله اللي انت محتاجها، ويفضل يزود ويعلي معاك في المستوى علشان تحفظ ال4000 كلمه بشكل مريح ومفيش فيه ضغط. يعني انت عندك كلمات منتقاه واسئله عليها وامثله وطريقه نطق صحيحه ومقال بيجمع الكلمات دي واسئله على المقال وتدرج واضح ومنطقي للكلمات من حيث الصعوبه والندره والاستخدام. فده كله خلاني اقول لازم ارشح لك الكتاب ده، رغم ان انا زي ما قلت لك مش من عادتي ارشح كتاب كلمات، كتاب لحفظ الفوكابولاري، بس اقدر اقول لك ان الكتاب ده استثناء للاسباب اللي حضرتك شفتها من شويه. بس يا سيدي لايك وفولو. لو عندك اي سؤال في تعلم اللغه الانجليزيه سيبه لي تحت. سلام.